عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده نكمل بقى على الحاجات اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت. طبعا ده آخر حاجة يعتبر ظهرت. الجزء اللي هنتكلم عليه ده هو حاجة اسمها فيتش. طبعا احنا وفرت علينا كل الكلام اللي احنا كنا بنعمله فوق دوت. عايزك بس تكون ماشي معايا كده واحدة واحدة. احنا نبدأ نمسح كل الكلام ده، بس انا خدت اللينك دوت كوبي، ونبدأ نشوف ايه الفيتش دي وبنبدأ نستخدمها ازاي. انا كل اللي هعمله هنا كده هعمل فانكشن اسمها get API. والفانكشن دي الراجل ده جه قال لك مثلا هنا ان انا عندي حاجه اسمها فيتش. الفيتش ديت كل اللي عليها ان هي بتاخد اليو ار ال بتاعك بس والله بس. ايه ده يا عم؟ فين الاكس ام ال اتش بي ريكوست والليله الكبيره دي؟ قلت لك بس خليك معايا للاخر. تعالى كده نخزن الراجل ده، نعمل فار ماي ريسبونس مثلا، وتعال نقول للراجل ده كده اعمل لي ايه console.log للماي ريسبونس، واعمل لي كول للفانكشن اللي اسمها get API دي كده، وريني الراجل ده هيرجع ايه. قالك الراجع ده بيرجع ايه؟ promise. انت بقى هنا لو كنا دخلنا استخدمنا الفيتش على طول ما كناش هنبقى عارفين يعني ايه promise، ولا كنا عارفين الليله دي كلها. فانت دلوقتي عملت ايه؟ رجعت لمرحله الزيرو من الاول تاني. عيد بقى من الاول ان هي بيندنج. طب هتقول لي ليه؟ هقول لك تعالى نتكلم واحده واحده. مش احنا قلنا ان الفانكشن او الداتا اللي بتاخد وقت دي بنسميها اسynchronous، فبتاخد وقت. طب والداتا الاسync او الداتا السync سوري، الداتا السync زي الكونسول دوت لوج، ايه اللي حصل؟ هي طلعت الاول فرجعنا من الاول تاني لنفس الدايره. ولكن الميزه بقى هنا ان احنا وصلنا لاخر حاجه، ان احنا بنعمل ايه قبل اي داتا اسynchronous؟ بنحط لها اويت، صح؟ وده اللي احنا وصلنا له. طيب وقلنا ان الاويت ما بتشتغلش غير مع الاسync فانكشن، فاحنا هنا هنعمل ايه؟ async. طب هتقول لي بس كده؟ هقول لك بس. طب تعالى كده نروح نشوف، هتلاقي ان الريسبونس بتاعك رجع. بس ايه يا عم المعلومات الغريبه دي؟ فين الاري بتاعي؟ فين الكلام ده كله؟ كل المعلومات اللي راجعه دي راجعه لك من الريكوست بتاع او من الريسبونس بتاع السيرفر، زي مثلا الستيتس بتاعته 200 مش عارف، الريدايركتور دي بتاعته، البودي بتاعه، الكلام ده كله. كل دي معلومات انت هتكون محتاج تعرفها. بس احنا دلوقتي واحنا بنتعلم انا محتاج الداتا بتاعتي. اوصل للداتا ازاي؟ قلت لك والله بص، الفيتش دي عندها ميثود كده اسمها دوت جيسون. وخلي بالك ان في فرق كبير ما بين الجيسون دي ميثود للفيتش، وما بين الجيسون دوت بارس والجيسون دوت سترينجفاي. دول فرق كبير، دول كونفرتر للاوبجكت، دي ميثود للفيتش. طيب وبعدين قلت لك ان الميثود دي بتجيت الريسبونس بتاعك على طول من الفيتش، هي بتجيب لك الداتا على طول. طيب تعال نروح نشوف في الكونسول. هتقول لك برضو بروميس. طب ليه؟ لان برضو الحته ديت اللي حصل ايه، ان دي الداتا بتاعتك برضو اللي بتاخد وقت، ونفس القصه اللي احنا عدناها دي. فكل اللي انا محتاجه منك بس انك انت هتعمل فار مثلا هنا final result result equal الكلام ده. طب وبعدين قلت له برضو دي كمان هتاخد اوقات. تقول لي ليه يا عم الحاج؟ اقول لك ما دي برضو داتا بتاخد وقت، فمعلش خليك معايا الاخر. طب وبعدين قلت له وريني كده بقى الفاينل ريزلت بتاعتك دي فيها ايه دلوقتي. هتلاقي بص قال لك ده الراجل ده عنده الستيتس وعنده التوتال ريزلت بتاعته وعنده الاري بتاعه اللي هو اسمه ارتكلز ده، هو ده بقى اللي فيه الشغل بتاعي. طب وبعدين قلت له بس الموضوع ببساطه جدا، انت عندك حل من الاتنين. يا تقول للراجل دوت اعمل لي فاريبل تاني، الفاريبل ده شايل الفاينل ريزلت دوت ارتكلز، يا اما ممكن تعمل حركه تانية اجمد، انك انت تحط دول في قوسين كده وتقول له بره دوت ايه الارتكلز. ليه؟ لان انا كل دوت هو المرحله اللي انا بجيت فيها الريسبونس من السيرفر او من عن طريق الفيتش، فدي اللي بتاخد وقت. الارتكلز ده البروبرتي اللي موجوده جوه الاوبجكت اللي انا عايزه ده، اللي هي الاري الاوف اوبجكت بتاعي اللي انا اللي شايل الداتا دي. فانا ليه ادخله معايا في القصه دي؟ لا، هو ده داتا بتاخد وقت او ريسبونس راجع لي بياخد وقت، فهو ده اللي واخد الاويت وبره الارتكل، فيبدا يجي لي الارتكل كده. هتقولي طب يا عم الحاج انا ولا شايفك كتبت لي ميثود ولا شايفك كتبت لي حاجه، فين الميثودز بتاعتك وفين الليله دي؟ الكلام ده فين؟ هقول لك ان الراجل ده في حاله انك انت مش هتكتب له ميثود، فالديفولت بتاعه جيت، واحنا هنا الاري او الداتا اللي بنتعامل معاها دي نوعها جيت. طب افرض انا عايز اتعامل مع داتا مختلفه. قلت لك والله بص الموضوع ببساطه كده، انك انت حضرتك بتيجي تكتب له هنا او بتعمل له كده كوما وبتعمل له اوبجكت. طب وبعدين قلت له بتيجي تكتب له هنا ميثود. طب وبعدين قلت له الميثود بقى بتاعتك بتبدا تكتبها له هنا، اذا كانت جيت او بوست او اي حاجه في الدنيا. ده الموضوع ببساطه.
طيب فمهمة الفيتش دلوقتي ان هي بقت بتقدر ان هي تعمل ايه، تبعت لك الريكوست بتاعك للسيرفر وتقدر تستقبل منها الداتا، اذا كانت بقى حضرتك هتعمل لوجن او هتجيت داتا زي ما احنا بقى بنجيت والكلام ده كله. فده ببساطة واختصار شرحي للفيتش. طبعا الداتا بتاعتك موجودة، تقدر تعرضها هنا بكل الطرق اللي انك انت متعلمها، زي انك انت تعمل فانكشن ديسبلاي، والفانكشن دي تاخد الاري تعدي عليه واحد واحد وتلوب عليهم وتعدي وتبدأ تعرض الداتا بتاعتك، والموضوع بسيطة جدا. انا كل الجديد بالنسبة لي ان انا ازاي ببدأ ابعت ريكوستات للسيرفر وازاي ببدأ اتعامل معاه.